السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله وأعزائي المشاهدين، ممكن حبيبي في الله أقول لك بشارة عن الرسول، بشارة ليك أنت من الرسول صلى الله عليه وسلم. بس صلي عليه، صلي على النبي. بعد ما تصلي على النبي حقول لك أنا البشارة حتطمن قلبك وتفرحك وتسعد حياتك وتسعدك في الآخرة، وتخليك دايما عايش مطمئن واثق بأنك في كنف الله عز وجل، وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي محبة ربنا. البشارة هو إنك كل يوم حاول تصلي على النبي 100 مرة، أو تصلي على النبي 200 مرة، أو صلي على النبي 500 مرة قد ما تقدر. لو صليت كل وقت على النبي 100 مرة، يعني صليت في الظهر 100 مرة، في الصبح 100 مرة، صليت في العصر 100 مرة، صليت في المغرب 100 مرة، صليت في العشاء 100 مرة، كده صليت على النبي 1000 مرة. عشان أقول لك البشارة لازم تصلي على النبي كل وقت من ال5 أوقات 100 مرة. ليه؟ أول حاجة في البشارة، لأن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انك ما تتكتبش من البخلاء، ربنا مش هيكتبك من البخلاء. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث: أتدرون من البخيل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: من ذكرت عنده ولم يصلي علي، من ذكرت عنده ولم يصلي علي فهو البخيل. فأنت كده مش هتكون من البخلاء. البشارة الثانية انك انت لما بتصلي على حضرة النبي مرة أو مرتين، ربنا بيصلي عليك 10، ربنا بيصلي عليك 10 مرات. ودي البشارة الثانية، يعني زي ما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. شوف بقى أنت لما ربنا يصلي عليك، شوف بقى أنت لما ربنا يصلي عليك. ودي البشارة الثانية. طيب عاوز تسمع البشارة الثالثة؟ شوفوا البشارة الثالثة: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه 1000، صلى الله عليه 1000. شوف بقى أنت البشارة الثالثة، إن ربنا بيصلي عليك 1000 مرة. عارف يعني إيه ربنا بيصلي عليك؟ يعني ربنا يتجلى عليك، ينزل عليك الرحمات، ينزل عليك الرضا، ينزل عليك محبة الناس، ينزل عليك سعة في الرزق، ينزل عليك شفاء في الأمراض، يقبل دعائك. كل ده لأن ربنا صلى عليك 100 مرة، 300 مرة، 400 مرة. طب عارف، خد بقى آخر بشارة، هي البشارة الرابعة أو الخامسة. لما ربنا البشارة الرابعة حبيبي في الله، لما أنت بتصلي على النبي 100 مرة ربنا بيصلي عليك 1000. تمام. البشارة الرابعة بقى، لما أنت بتصلي على النبي 1000 حرم الله جسدك على النار. كده ربنا جعلك مش من أهل النار، ربنا جعلك من أهل الجنة. ودي البشارة الرابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه 1000، ومن صلى علي 1000 حرم الله جسده على النار. شوفوا البشارة الرابعة: حرم الله جسده عن النار. شوف بقى العز والفرحة والاطمئنان ان ربنا يحرم جسد اللي صلى على النبي 1000 مرة، يحرمه على النار، يعني يكتبوا من أهل الجنة بفضل الله تعالى. طيب البشارة الخامسة، ولأنهم هم 5 بشارات، تمام، يبقى البشارة الخامسة انك انت حتكون من أهل الجنة، انك حتكون في شفاعة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما قال حضرة النبي حتكون قاعد مع حضرة النبي. طب في دليل على الكلام ده انك قاعد مع حضرة النبي؟ ايوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكثركم علي صلاة اقربكم مني مجلسا يوم القيامة. دي البشرى الخامسة: أكثركم علي صلاة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. ودي 5 بشارات بسوقهم لك عشان ما تعديش فيهم حاجة وتعملهم، وكلهم بساط، كلهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صلت على النبي هتاخد ال5
بشارات اللي أنا قلت لك عليهم. ولو ما فهمتش ال5 بشارات رجع الفيديو تاني واسمع ال5 بشارات صلى الله عليه وسلم. إنك البشرة الخامسة إنك حتكون قاعد مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجليس حضرة النبي، زي ما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال ربنا أنا جليس من ذكرني في الحديث القدسي. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أكثركم علي صلاة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. صليت على الحبيب النبي، أكثر من الصلاة على النبي وزود في الصلاة على النبي، جميع الهموم وجميع الكروب ربنا حيفرج عليك. اللهم اغفر لي واغفر لكم واسعدني واسعدكم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. السلام عليكم.